السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا في الارياف بقى، فانا هنعمل مع بعض النهارده العيش الفلاحي بتاعنا بتاع الريف. بس النهارده هقدمه لكم بطريقه سهله، بحيث ان احنا مش هنخبزه في مطرحه ولا في فرن، هنخبزه النهارده على البوتاجاز. اول حاجه انا معايا كده كيلو من الدقيق. هبدا انخله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، واللي ما عندوش منخل ممكن ينخله في المصفى بتاعه العصير اللي بنصفي بقى العصير. بعد ما انخله هركنه على جنب، واجيب نص كوبايه من الميه الدافيه مش السخنه، احط عليها باكت من الخميره الفوريه، واجيب الدقيق واحط عليه معلقه صغيره من الملح. وكمان لو احنا في الشتاء قوي نقدر نحط عليه ربع معلقه صغيره من الكربوناتو او كربونات الصودا، علشان تساعد معانا في التخمير ويكون شكله معانا جميل زي ما احنا شفناه. بعد كده هنزل بنص كوبايه الخميره اللي احنا عملناها، وعليها كمان كوبايه من الميه. بعد كده هبدا اعجن بقى، وكل ما الاقيه عايز ميه معايا هبدا ازود نص كوبايه بنص كوبايه. انا كده حطيت نص كوبايه الخميره وكوبايه من الميه، وكمان نص كوبايه كمان من الميه، ودي بقيت نص كوبايه الميه. هو الكيلو الدقيق بتاعي هياخد حوالي 3 كوبايات ونص من الميه. بس طبعا الدقيق بيختلف من مكان للتاني على حسب العرق بتاعه. انا طبعا هفضل اعجن فيه زي ما احنا شايفين كده لحد ما يبدأ يتماسك مع بعضه خالص وميبقاش فيه اي تخريزة من الدقيق. بعد ما اخلصه هبدأ اعمل الحركة ديت بحيث ان انا اخلي العجين كده عرق زي ما احنا شايفين كده، علشان يديني قوام متماسك جدا، وكمان لما اخبزه معايا يبدأ يقب معايا. نفس الحركة كده هعمله. وبعد كده خلاص هجيب رشة خفيفة من الدقيق كده او من الزيت، وبعدين ابدأ ارشها عليه كده، واغطيه بصينية واغطيه كمان بقماشة، واسيبه لمدة نص ساعة، وهلاقيه يخمر معايا، مش هيغيب معايا لان انا مغطياه. وكمان كانت المية اللي كنت بعجنه بيها كانت دافية. بعد ما خمر كده هبدأ اجيب الصينية بتاعتي، ارش عليها ردة. الردة ديت اللي هي بتبقى النخالة بتاعت الدقيق. وبعدين اجيب العجين بتاعي زي ما احنا شايفين كده، واجيب طبق فيه دقيق تاني. طبعا للمبتدئين اللي ما بيعرفوش يقرصوا على زيت، احنا بنقرصه على زيت، لكن انا بعمله للناس اللي هي ممكن تكون موضوع الزيت صعب عليها شوية. اخد قطعة من العجين كده واحطها في الدقيق، وبعدين ارفعها على ايديا وابدأ الفها بطريقة مستديرة، وبعدين احطها على الصينية كده. اركن الصينية دي حوالي 10 دقايق، وبعد كده هيكون معايا العجين احس ان هو رفع شويه. ابدا اجيب بقى اجيب الصينيه اللي انا هبدا اخبز فيها، وبعدين ابدا احط ايديا كده تحت العجين وبالراحه خالص اشيله زي ما احنا شايفين كده، وابدا اريحه، وبعدين اشيله احطه في الصينيه بتاعتي اللي انا هخبزه فيها. هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. على طول انا مولعه النار زي ما احنا شايفين كده. انا بوريكم ان انا بعمله على البوتاجاز اهوت. احطه لحد ما يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين انزل على طول احطه تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز، هيبدأ ياخد اللون معاه. اوريكم طريقه تانية للي ما بيعرفش يريح. انا هحط على الرخامه كده او على المفرش بتاع التبطيط بتاع المخبوزات بتاعي، احط شوية من كمية من الردة، وبعدين احط الرغيف بتاعي وارش عليه رشة خفيفة خالص من الدقيق، وبالنشابة بتاعتي ابدأ احركها بالراحة كده لحد ما تبدأ تفرد الرغيف معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين اشيل الرغيف وابدأ احطه في الصينية بتاعتي واسويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو انتنى مني او اي حاجة مش هيجرى حاجة، لان انا عامله عايزه الخفيف خالص من الدقيق، مش دقيق كتير. وبعدين احطه في الصينيه واحطه، هيطلع معايا بالشكل الجميل ده. احطه الاول على البوتاجاز، وبعدين احطه في الفرن زي ما انا بوريكم كده بيقب في الفرن معايا اهو. انا مش مولعه القاع بتاع الفرن خالص، انا مولعه بس الشوايه زي ما احنا شايفين كده اهوت. عشان في ناس بتقول لا ده انتي بتولعي بتخبزيه في الفرن بتاع البوتاجاز وبعدين تورونا، لا، هي بس الشوايه اللي شغاله اهيت، وهيطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده. الكيلو من الدقيق عمل لي 7 ارغفه من الحجم اللي احنا شايفينه ده. كميه جميله جدا، وطبعا حاجه كويسه ان احنا نعمل العيش الفلاحي في البيت بطريقه سهله جدا. ده شكله اهوت منفوخ وجميل جدا. ما تنسوش تعملوا لايك
الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وإن شاء الله المرات الجاية هنعمل أنواع من العيش البلدي كتير جدا. استنوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.